قمة أوروبية بين بايرن ميونخ وريال مدريد بدأت في السانتياغو برنابيو ولم تحسم بعد. بايرن فرض شخصيته بوضوح: تنظيم، ضغط، وشجاعة هجومية كبيرة بقيادة فينسنت كومباني. لكن رغم السيطرة كان يمكنه إنهاء المباراة مبكرا لولا سوء القرار في اللمسة الأخيرة. وفي الخلف مانويل نوير كان حاسما وتصدى لفرص أعادت التوازن لفريقه في أصعب اللحظات. ومع التبديلات تراجع إيقاع البايرن وبدأ يفقد السيطرة شيئا فشيئا. هنا دخل ريال مدريد المباراة فعليا. شوط ثاني قوي من حيث الضغط وسرعة الوصول وصناعة فرص واضحة، لكن الحقيقة المؤلمة أن فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي أضاعا فرصا محققة برعونة واضحة، قرارات فردية وتسديدات غير مركزة واختيارات أنهت هجمات كفيلة بتغيير النتيجة. ورغم ذلك شخصية مدريد ظهرت، فريق يقاتل حتى النهاية حتى عندما يخونه نجومه في لحظات حاسمة. التفوق كان للبايرن، لكن الحسم لم يحدث، والإياب سوف يكشف كل شيء.